متابعي يونس البناء، السلام عليكم. دعونا نسلط الضوء على أحواض البورسلين. يحب دائما المصمم والمهندس استخدام لونين من السيراميك أو البورسلين في الحمام. غالبا ما يستخدمون لونين فقط، ويتجنبون أكثر من 3 ألوان. ف3 ألوان حسب معرفتي هو أقصى حد يستخدمه المصمم والمهندس. لذلك يحبون دائما توحيد الألوان، فاختيار حوض السيراميك يتناسق جدا وهذه الفكرة، وهي توحيد الألوان. فاللون الذي يكون في الواجهة هو نفس اللون الذي تصنع منه حوض السيراميك أو البورسلين. شكل الحوض أيضا من مهام المصمم والمهندس، نحن فقط ننفذ. فالشكل الذي يناسب العائلة التي فيها الكبير والصغير والشيخ والشاب ليس نفسه الحوض الذي يمكن أن يتمتع به الزوجين فقط. فأحواض العائلة مثلا تكون كبيرة وخفيفة وسهلة التصليح، وتكون مثلا القناة التي تصرف المياه دائما في متناول الناس، يمكنهم تنظيفها ويمكنهم إصلاحها إذا تضررت. تصميم الحوض في حد ذاته يدخل في مهام المصمم والمهندس، وتوحيد اللون هو الدافع الأكبر الذي يدفع المصمم والمهندس لاختيار هذا النوع من الأحواض. وتتكرر الأسئلة: هل هي متينة؟ طبعا متينة. ما الفرق بينها وبين السيراميك أو البورسلين الذي يوجد في الحائط أو الأرضية؟ لا فرق. وما هي المهمة المنوطة بحوض السيراميك؟ مهمة سهلة جدا، يعني لا أحد يحاول أن يصعد فوق حوض السيراميك، ومع ذلك هي تستطيع حمل أوزان ثقيلة جدا، خاصة إذا كانت من البورسلين.